بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. في نقطة مهمة جدا للأسف أغلب الناس عنها غافلين أو غافلون. هذه النقطة وهي قطع العلائق. يعني شنو؟ الناس كلها الآن تقول أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأنا خلاص ورجعت وأنا مقبل على رب العالمين. لكن السؤال، لو مات الإنسان الآن بهذه اللحظة، هل هناك تبعات عليه ولا ما عنده تبعات؟ شوفوا شنو أقصد. جهازك هذا اللي في جيبك، النقال اللي عندك، هذا الجهاز الحين بس، اترك البقية. هل فيه شيء مما حرم الله؟ في صورة؟ في إيميل الله ما يرضى فيه؟ في بعض الرسائل التي لا ترضي رب العالمين؟ في أرقام تليفونات تذكرك بالمعصية؟ إذا كنت شاب حاط لك أرقام تليفونات فتيات، أو إذا كنت بنية حاط أرقام شباب. لا تقول أنا ما راح أتصل، حتى لو ما تتصل، بس أنت تركك لهذا الأمر في التليفون دليل على عدم الصدق في التوبة، إن يمكن يوم من الأيام محتاجها. معناته ما أنت صادق في توبتك أصلا. طيب شنو الحل؟ الحين وأنت تسمعني فتش في تليفونك وامسح الأرقام، امسح الرسائل، الإيميل كله الغي هذا الحساب اللي حاطه في الفيسبوك اللي للأسف حاط فيه بعض الأغاني أو بعض الأمور الجنسية أو حاط بعض الأشياء الخليعة. أخي الحبيب، تدري لو أن الإنسان قبض الله روحه هذا ما يوقف، هذا يستمر. إحنا المشكلة أن صلاتنا وقفت بعد ما نموت، قرآننا وقف، استغفارنا وقف، والسيئات ماشية والعداد يحسب. إذن شنو الحل؟ الحين روح دور مكتبك، بأدراج غرفتك، دور شو اللي عندك من أوراق واتلف صورة تذكرك بمعصية، احرقها، ورقة فيها بعض الأشياء اللي تذكرك بالماضي الأسود، اتلفها. بادر اليوم بقطع كل شيء يعلقك بالذنب والمعصية. نصيحة لله، كم من إنسان مات والناس شو تقول؟ يا جماعة دزوا ريبورت سبام ولا أي شيء بس علشان نلغي حسابه لأن فيها ذنوب قاعد يأخذها. أحد الناس يقول أنا اللي صاحب ما كنا نصلي ولا شيء، مات صاحبي. بعد أيام أمي كانت تزوره لأنه جارنا، أمي تزور أمه، وهذا صديق اللي مات. جتني أمي يوم من الأيام قالت لي تدري أم فلان، أم اللي مات، أم رفيجك اللي مات، شو تقول؟ كل يوم تشوف ولدها يجي واحد على قبره ويبول عليه، أعوذ بالله، يبول على قبره، والأم خايفة مسكينة. تدرون شو يقول الشاب؟ يقول أنا أدري ليش. صاحبي عنده موقع بالإنترنت للصور الإباحية، هو مسوي موقع وفاتحة للناس أفلام وصور إباحية. بعض الناس يحط له حساب في التويتر أو حساب في الفيسبوك أو موقع خاص، وينشر من خلاله ما يشاء من الصور والأفلام الخليعة. هو لا يدري أنه لو مات فجأة ملايين السيئات ربما تصب عليه في قبره. يقول هذا الشاب راسلنا الشركة علشان نقطع الحساب، ما قدرنا، ما عندنا الرقم السري، ما عندنا رقم حسابه علشان نلغي هذا الموقع الفاسد. سيظل سنوات حتى ينتهي الاشتراك، ثم بعد هذا ينقطع، وما راح ينقطع الإثم، لأن هذه السيئات سوف تجري. كل من سحب وحط مكان ثاني سوف تبقى السيئات. نصيحة الحين بادر. في إنسان يطالبك فلوس، رجع له فلوسه. في أمانة ماخذها من إنسان ومرجعها، الحين رجعها. في إنسان ظلمته، تحلل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اليوم بادر. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، لو عندنا أي شيء بتليفوننا، باللابتوب، جهاز الكمبيوتر، بالدرج، دفاترنا، بغرفتي، بأي مكان، أنا ما يخلص اليوم إلا وقد قطعتها كلها واستعديت للقاء الله سبحانه وتعالى. بادر بقطع كل شيء ولتكن التوبة نصوحا.